بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم نقترح عليكم كيكة بالنسبة للحامض، اقتصادية. نقدروا نستعملوها بكاس ديال الياغورت ولا بكاس الحليب، بحال ما كاينش مشكل. اللي متواجد عندك ديريه. المقادير حتى هي سهله، فيها 3 البيضات، 3 الخمارات، 3 الكيسان ديال الطحين. وعندك بوغ لو سيرو، ماشي لو سيرو حتى هو كنخلطوه باش كتخرج لنا نسمه الحامض. ملي كنعصروا الحامضه كنخلطوها مع البيض ودانون ولا بيض والحليب. القشور ديال الحامضه ما كنلوحوهمش، كنديرهم مع كاس الماء وكاس السنيده ونص كاس الزيت، كنديرهم في الماء حتى كيغليو مزيان وكيطلق هاد الجلوف ديال الحامض، جلفه الحامض كتطلق النسمه ديالتها في السيرو، وكنخلطوه مع الكيكه حتى هو من بعد. سيرتو هادشي اللي فيها. يلا بسم الله على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو بالبيض كما العاده. البيضه الاولى، الثانيه، البيضه الثالثه. نديرو معاهم الزا لافاني بلوتو، سمحوا لي ما كنديرش الاشعار ديال شي منتوج، ولكم راكم عارفين كاينين جوج الشركات ديال هذا الشيء. كاينه الزا وايديال في المغرب، دونك سوا درت الزا سوا درت ايديال. انا بالنسبه ليا بحال ما عنديش مشكل. ملي كنمشي نتقدى اللي كتحط عليه يدي كنهزو، غير كما نقول لكم راه كتكون فيها 7 الغرامات. والفرق ما بين ايديال والزا، ايديال كتكون فيها 8 غرامات، هذه ردوا ليها البال، والزا كتكون فيها 7 غرامات. هذا هو الفرق اللي بيناتهم، مي الثمن تقريبا بحال. نديرو حكايه ديال الياغورت ديالنا، حتى هو اللي بغيتو باي نسمه بغيتو، اي ياغورت بغيتو بحال حتى هو، او الحليب، كاس الحليب الا تواجد عندكم حتى هو ما كاينش مشكل. دابا غادي نعصروا الحامضه ديالنا. انا كندير لها عصير عادي بحال هكذا، كنمشي معها بحال هكذا، كتعصر عاديه وما كتضيعش، لان داكشي اللي كيبقى كنطيبو، دونك ما كتضيعش ليا. اللي بقى كنديرو في الكاسرونه باش كنطيبو مع الحشو. شوف اللي بقات عجب. هاد الحامضه ما فيهاش العظومه. سي هو ضيب كيدوب صافي. كنغامر بالموس كما قلت لكم. ها هو الحامض والماء والزيت وكاس ديال السنيده، ها هو هنا درتو يتغلى باش هذاك الحامض ما يضيعش ليا، يطلق النسمه ديالته. ومن بعد غنزيدو على الخلطه ديالنا ديال الخميره ديالنا، هي كنخلطوها مع الطحين. كنديروا نورمال اصلا كندير غير 2 باكيات، ولكن دابا حيت الحال بارد الوغ كندير 3. شويه الملح حيت كاين الطحين ضروري. صافي. ها هو السيرو ديال اللي درنا بالسكر وكاس السنيده وكاس الماء وكاس السنيده ونص كاس ديال الزيت، وهذوك القشور ديال الحامضه ما شتي اللون ديالها ولات بحال ديال عصير الحامض. ها هو كنكبوه بشويه باش ما يطيبش لينا البيض، حيت الماء شويه غليان. ها هو كنخلطو بحال السيرو، كيجي بحال السيرو. الا لاحظتوها انا الكيكه ديالتي ديما كندخل فيها الماء باش كتخفف شويه منها، كيحيد الجهد ديال البيض كتجي خفيفه. دابا غنزيدو الطحين ديالنا مع المليحه ومع الخمارات ديالنا. ها هو غنزيدو عندنا 3 الكيسان تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو شويه بشويه.
اذا لاحظتوا شوفوا التفاعل ديال الحامض مع الخميره. الا شفتوا شوف لاحظتوها. صافي مزيانه. بسم الله. المول ديالنا هذوك الطريفات ديال الحامض نحاولوا نفرشوهم للكيكه لتحت حيت معسلين بلا ما نضيعوهم، كيجيو بحال لي فخوي كونفي. نفرغوا الكيكه ديالنا في المول. بسم الله الرحمن الرحيم. غتجربوها ان شاء الله وغتعجبكم. حتى هي كيكه خفيفه اقتصاديه والبنه ديالها حتى هي زوينه مع النسمه ديال الحامض ودانون، كتكون رائعه. الا عجبتكم هذه الوصفه كنتمنى ديروا جيم وتشاركوا في القناه ديالي باش تدعموني شويه، حيت يلاه في طور تجربه. يلا كنجرب. ولا دعمتوني نحاول ندير وصفات شويه زوينين. دابا كندير غير وصفات سهله وخفيفه، ما عنديش شويه الوقت، راكم عارفين مع الخدمه الدراري الدار. الوغ كنحاول الا عندي وقيت شويه خاوي كنحاول ندير كما العاده. الكيكه ديالنا كندير 30 دقيقه و10 دقائق. 30 دقيقه كنشعل لتحت ها هو، وفي 10 دقائق الاخرى كنشعل الفوق في 170 درجه، وان شاء الله مع هي خفيفه دغيا كطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا بسم الله. هي الكيكه ديالنا خرجناها من الفران. هيا بالصحه والراحه، غادي تجربوها وغتعجبكم ان شاء الله، وبالصحه والعافيه.